ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل طبخه مش هتقف كتير في المطبخ ومش هتتعبي، عشان احنا طبعا كلنا عارفين ان الجو حر ومش محتاجين نقف في المطبخ كتير. بس خليكي معانا للاخر وانت هتاخدي احلى طبخه. الطبخه دي ممكن ان شاء الله هتعجبك قوي قوي. وبصراحه الصيف محتاج حاجه زي كده، محتاج حاجه سريعه سريعه. بس ان شاء الله لما تعمليها ان شاء الله وتجربيها هتعجبك باذن الله. اهم حاجه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. وهنبدا معاكم ونقول توكلنا على الله. انا معايا الوقت حطيت 3 معالق زيت ومعايا لحمه. هنعمل الاكله في حله واحده ان شاء الله هتعجبك زي ما انتم شايفين. اهم حاجه اللحمه ما يكونش فيها ميه، ما يكونش فيها ميه. ليه؟ عشان ما تصفيش ميه. احنا عاوزين نديها وش حلو كده زي ما انتم شايفين. لو انت مش عاوزه تعملي لحمه وعاوزه تعملي فراخ اعملي فراخ، هتبقى جميله قوي قوي برده في الفراخ. بس خليكي الاخر وانت هتاخدي اكله حلوه قوي ومنها هتريحك ان شاء الله. بنقول لكل بتوع الثانوي الف مبروك اللي نجح. معلش محدش منكم يزعل لو حتى اي واحد جاب مجموع قليل، نقول الحمد لله ومحدش عارف الخير فين. اهم حاجه مفيش حد يزعل، لان انا بصراحه بزعل على كل ابن ولا كل بنت بتجيب مجموع. طبعا في ناس كتير بتذاكر وبتتعب، بس ربنا سبحانه وتعالى مقدر لها الخير ان شاء الله. وربنا يا رب كده يفرحكم ويفرح بتوع الثانوي كلهم يا رب ويفرح الاهالي. هنقلب التقليبه الحلوه دي تقدرين تبقى حلوه. هنفضل نحمرها لغايه ما تيجي لون حلو قوي، وهنرجع تاني نحط الحاجات اللي احنا هنحطها تخلي ريحتها جميله. اهم حاجه لو عندك رز بسمتي نضفيه كويس واغسليه غسله حلوه وحطيه لمده 10 دقايق في الميه، وبعد كده هتاخدي احلى اكله في حله واحده. كده خلاص. دلوقتي احنا هنحط معايا بصله، هتقلبيها، ومعايا ليمون، ومعايا ورق لورا، ومعايا القرفه الجميله ديت. معلش عشان انا بصور لوحدي الاولاد مش موجودين. تفضلي تقلبي لغايه ما كل ده يحمر وكده. لازم البصل يدوب معاكي. بعد كده مش هنحط اي بهارات دلوقتي خالص، كل البهارات اللي هنحطها مش الوقت خالص. اهم حاجه الميه تكون سخنه، لازم تحطوا الميه تكون سخنه ما تحطهاش بارده عشان تغلي على طول. شويه وهنرجع لكم تاني. كده خلاص. معلش محتاجه تتقلب تاني زي ما انت شايفه الميه. يا دوبك بس بنفس الطريقه تغطيها كده وهتسيبيها لما تنشف. تحط برده شويه كوبايه ميه بكوبايه ميه لغايه ما تستوى، ونرجع تاني نوريكم احنا هنعمل فيها ايه. دلوقتي اللحمه استوت، انا كملت ميه غليتها وبرده حطيتها عشان الرز. طبعا معروف الرز البسمتي كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه. معروف ان كوبايه الرز البسمتي عليها كوبايتين ميه. احنا هنعمل ايه بقى؟ كده اللحمه استوت. انا هحط كركم وكاري وبابريكا وفلفل اسمر ومعلقه ملح اهوت. هحط ايه كمان؟ انا عندي زعفران، هحط حاجه بسيطه عشان تدي اللون الحلو اللي الاصفر اللي انت بتبقي تشوفيه ده. شوفوا انا هعمل ايه بقى بعد كده. كده الرز
حطاه في المصفى. شوفوا خدت مننا حاجه؟ ما خدتش مننا حاجه. بسم الله ما شاء الله. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا جبت جزره غسلتها وقمت بشراها، بتدي لون جميل برضو. شوفوا اهو. خلص ونوريكم احلى اكله في حله واحده، ومش هتقفي ولا هتتعبي نفسك في الحر اللي احنا فيه ده. خلص ونرجع لكم. احنا كده خلصنا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا رز مفلفل ازاي، بسم الله ما شاء الله. واللحمه استوت بصراحه طريقه حلوه ومش هياخد منك اي وقت. اهم حاجه جربوها. الفيديو يعجبكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.